ماشي، النهارده هنتكلم عن حاجات 5 ولا 6 حاجات، ولا ممكن 4 اللي خلوني أنا مصري وأنا كنت قاعد هناك في مصر. الأول حاجة اللي خلتني مصري: انزل القهوة كل يوم لحد الساعة 4 بالليل. لما أنت بتنزل مصر هنلاقي معظم من الناس مش عارفين يناموا بالليل. معظم من الناس ينزل بالليل ويسهر لحد ممكن 5 ولا 4 بالليل وبعدين بيناموا. الناس هناك مش بيناموا بالنهار. ولو انت زي امريكي ومتعود تنام بعد الساعة 10 بالليل، هو بتفكر ان انت هتروح الساعة 12 بالليل. لو انت تخرج مع مصريين مش بيخلوك ان انت تمشي بدري، حتى لو بدري بالنسبة لهم الساعة 4 بالليل. تاني حاجة، انت لازم تبقى عارف ترقص المراهقات. هنلاقي هناك في مصر معظم من الناس بيرقص في اي حتة اللي هو فيه. ممكن تبقى في الشارع، في كافيه، في تكاتك. معظم من الناس هناك بيرقص في اي حتة. المصريين اصلا مش شخص مكسوف خالص يعني. وانت هتشوف كل ده داخل مكان ملابس، محل اي محل ملابس. يعني في شخص هناك بيرقصوا الشعبي، بيرقصوا المراهقات وعايزك انت ترقص معاه. فلو انت عايز تبقى صايع زيهم ما ينفعش ان انت ترفض، لازم ترقص. تاني حاجة، لو انت عايز تبقى زي المصريين لازم تبقى عارف العامية مصري. يعني انا مش قصدي العامية مصري، انا قصدي العامية. يعني في هناك في منطقة كتيرة هنلاقي ناس من بولاق، من امبابة، من شبرا، من حومدية، من منيب، من اي حتة. يعني هناك في حاجات كتير ان انت مش هتسمعهم في الافلام. لما في ناس اللي عايزين يندح عليك بقولك ايه مثلا، بقولك ايه يا ريس، ايه يا نجم، ايه يا بطل. كل ده لازم تبقى عارفه. تاني حاجة اللي بيخليك مصري: لازم تركب الميكروباص. هنلاقي في انواع كتير في المواصلات. يعني ممكن تركب اتوبيس، ميكروباص. وفي عربية برضو أصغر من الميكروباص مش عارف اسمه ايه، بس هنلاقيه في الهرم وفيصل كده. دي بيخليك مصري عشان ايه؟ لو انت تركبه، الناس هناك اللي بيركبوا ميكروباص مش هتوقع انه في ناس من بره بيركبوا ميكروباص. يعني طبعا في يعني ناس سوداني ويمني وسوري، بس في مصر بالنسبة لهم الشخص أجانب. يعني شخص من أوروبا، من أمريكا، كل دول برا الوطن العربي. فأنا كأمريكي كان في ناس اللي ممكن يستغرب لو أنا بركب ميكروباص، عشان بيفكرنا يعني بس نركب اوبر وندرايف. كنت بركب ميكروباص كل يوم. انا بسكت. يعني انا مش عايز انه الناس بياخدوا باله انه في ناس امريكا في ميكروباص. عشان مش ان انا بخاف من الناس، بس مش عايز الاتنشن. يعني مش عايز انه كل الناس بياخد باله مني. يعني مش عايز كده فبسكت. بس برضو انا عارف انه الناس هيستغرب لو عرفوني ان انا امريكي وبركب ميكروباص. فدي اكيد لو انت تركب مواصلات هناك دي بيخليك مصري. اخر حاجة، لو انت عايز تبقى مصري اللي خلتني مصري، لازم يبقى عندك 2 موبايل، اكتر من واحد موبايل. في امريكا عندنا ناخد فكرة من الناس اللي عندهم اكتر من واحد موبايل عشان نفكر انه هو محتاج يعني موبايلين ليه. بس في مصر هنلاقي الدنيا كده عادي خالص عندهم. انت ممكن تبقى عندك موبايل عادي بتاع تاتش، والموبايل تاني الصغيرين. ولو انت عايز تبقى مصري خلي معاك 2 موبايل ولا 3 موبايلات عادي، انت كده بقيت مصري.